مشاهدينا اهلا بكم من جديد. اسمحوا لي ان ارحب بضيفنا اللي منورنا معاكم في الاستوديو. اهلا بيك. مش بيرد ليه يا عم شوقي؟ لا، ما هو ده المفاجأة. ده المفاجأة؟ المفاجأة الضيف ده. اصله صيني يا ميار، ما بيتكلمش الحاجات. بيتكلم عربي ده يا عم شوقي؟ ده في الاوبشن ده احدث نسخة عربي نزلت، في صيني في عربي وفي ترجمة. اللي قدامك ده 14 جيجا ذاكرة داخلية وبيشتغل بكارت ميموري لغاية 32. اللي قدامك ده اعجاز يا ميار. ده حاجة عظيمة جدا فعلا يا عم شوقي. طبعا ده اهداه ليا صديق صيني. انت عارفة بقى السن وله حكمه. والواحد كبر، قال لي يخدمك في البيت، يجيب لك مية، يجيب لك حبة شاي، يناولك الدواء في مواعيده. ده يدعى الخل الوفي. بس ده شبه البني ادمين قوي يا عم شقوق. طبعا هم وسطهم كل حاجة، ويتحدث لا شغال كويس جدا، روعة. انا على فكرة ده انا ببعته يجيب لي العيش بالبطاقة الذكية، ويجي بسرعة جدا لانه بيبقى ضرب الفرن كله. اديني 5 رغيفة، اديني 5 رغيفة، عبيلي واديني. بس ماله؟ معلش، دي حالة عصبية. كل ما بيفتكر الكلمة دي ساعة ما تتنطق بيفتكر الصراع على لقمة العيش. كلمة ايه دي يا عم شقوق اللي بيفتكرها ويعمل كده؟ كلمة الفرن. عبيلي واديني 5 رغيفة، عبيلي واديني 5 بس انت ممكن تسأليه، عنده برنامج ترجمة لطيف للغاية. اسأليه كده بعض الجمل، قولي عايزة تسألي على ايه نترجمها لك بكرة مثلا. بكرة يعني ايه؟ خوتيا. اسأليه على حاجة تانية. طب بعده سيبويا. طب اشوفك امتى؟ امشي بك. لا معلش، عيب يا يانج. ومعانا اول اتصال تليفوني. باكينام، مساء الخير. مساء النور يا ميار، ازيك؟ ازيك انتي، عامله ايه يا باكينام؟ الحمد لله. هو انا ممكن اتكلم ماو يانج؟ اهو معاكي، اتفضلي. اتفضلي. انتوا بتناولوا الولد لبعض وانا ايه شفاف؟ ايه يا باكينام عمك شقوق قاعد السن يغطي عليا. لا ما تزعلش مني يا عم شقوق، ده انت بتجيب حاجات حلوه وجديده. كده صح الكلام. ربنا يخليك. هو انا ممكن اساله طريقه عمل الباميه باللحمه الضاني؟ البنت بتسالك عن طريقه عمل الباميه باللحمه الضاني، ما تكسفنيش يانج. ايوه. باكينام 1 كيلو باميه من عند الخضري، زائد 1 كيلو لحمه ضاني من عند الجزار، مش تجيبي لحم حمير، زائد 2 فخل بصل، زائد 1 فص توم، زائد شوية زيت، وعبيله وديله، عبيلي وديله، عبيله وديله، عبيله. بس معلش يا باكينام، اعتقد فهمتي، وصلت المعلومة، ويا حركاته يا تكاته. يلا. معانا اتصال تليفوني تاني من حمادة. مساء الخير يا حمادة. مساء الانوار. مساء الانوار. ده مدحت شلبي ده ولا ايه؟ ايوه اتفضل معاك. ممكن اسال الاختراع، هو الزمالك هياخد الدوري امتى؟ ثواني. اتفضل. الواد ده اهلاوي، الواد ده اهلاوي، الواد ده اهلاوي. بس ايه يا عم الاسئله المحرجه دي؟ انا جرحت مشاعر الاختراع حتى، عيب. بلاش اسئله يا جماعه، عيب. لا، حاسبوا على مشاعره. الرساله وصلت. الله. طب احنا معانا اتصال تاني من استاذ احمد. مساء الخير استاذ احمد. مساء الخير يا فندم. اتفضل. انا ممكن اسال بس الاختراع يا استاذ شقوق في شويه حاجات كده؟ اتفضل يا احمد. انت مالك مذعور ليه كده يا حبيبي؟ اصل انا عايز اسال ازاي شاب مرتبه 400 جنيه يقدر يتجوز ويفتح بيت ويجيب عيال ويجيب التموين ويوديهم المدارس. مش عارف يعمل ايه، مش عارف. يا احمد، ما احنا قلنا بلاش اسئله صعبه يا احمد. الاسئله دي عجز عنها دكاتره الاقتصاد. 400 جنيه عايزه يكون اسره ويجيب عيال وبتاع. هساله، هو جايز عندهم حلول ولا حاجه. يانج، الزميل يانج. لا نصحصح مع بعض احنا هننام. الزميل يانج بيسأل 400 جنيه يفتحوا بيت ازاي؟ قول له لو عندك طريقة. احمد 400 جنيه اشتري 1 كيلو باكيتة بانجو، 1 كيلو ملوخية، اخلط على بعض. انت بيع كتير، بيع كتير، بيع كتير، وهلم جراه. عبيلو وديله، عبيلو وديله، عبيلو وديله.
يا ابني الراجل عايز نوم حلال يشتغل مش حرام يا ينج. اصله نزل قبل كده زياره في الحتت الشعبيه كان بيستقضى ولا ايه. يلا ينج حلال 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 حلال. حلال. بص احمد، انت جيب 400 جنيه، اركب عربيه ميدان التحرير، اطلع فوق كوبري قصر النيل واشتري مناديل وبيع اشارات مرور، وهنيا لك يا فاعل الخير والثواب. هو يا يشحت يا يسرق يا عم ايه؟ ما عندكش يا احمد يا ابني؟ والله السؤال صعب، انا اسف. احنا حتى الاختراع يا عنده يا تبيع بانجو يا تشحت. ما فيش. الصين فشلت في قسم ان هم شغالين يا احمد، هم شغالين. طبعا مش هقول خليه يغني لنا حاجه لمحمد فؤاد. لا يا ميار، جهاز سخن خالص. لا مش هيقدر. معلش والله يا ميار، ما ينفع. يا ريت نشكره بقى عشان يا اخوانا يا احمد حد ياخده يديله لقمه عشان يشحن. طب نشكره بقى. اقول له جان فين كان كازيه. جان فين كان كازيه. بنشكرك. بتشكرك. سلم على قبلتك شكرا ميار. انا. سلم على قبلتك ميار. سلم اسم الله. شكرا انا. سلم يا ميار. لا ماله عم شقوق؟ يا ميار استنصر. ايه ده؟ استنصر يا اخوانا. حد يجيب يا عم شقوق يا احمد. يا ينج